في واحد مصري يا جماعه في بث مباشر قال انه السودان ما لاقيه تاكل. مين اللي مش لاقي تاكل؟ السودان مش لاقي تاكل. فنحن دايرين نشوف الزوله دي ردد عليه وقالت له شنو، ودايرين نوريه اذا كانت السودان لاقيه تاكل ولا ما لاقيه تاكل، ونعرف اول باول. اعملوا اللايك والشير عشان المحتوى يستمر. طيب يا شباب نخش في موضوعنا طوالي. المصريين او العالم كله بينظروا للسودان على انه دوله فقيره، لانه ده الطابع السائد ودي الحاجه الواصله لهم نتيجه للظروف الاقتصاديه المدهوره جدا في السودان. ولكن يا جماعه هل فعلا السودان دوله فقيره؟ على الصعيد العام وبالنسبه لدخل الفرد فعلا السودان دوله فقيره، ولكن من ناحيه موارد ومؤهلات استراتيجيه السودان من اغنى دول العالم. وانا حوضح لكم الجزئيتين، كيف غنيه وكيف فقيره، لكن بعد ما نسمع رد الزوله دي على المصري اللي قال انه السودان ما لاقيه تاكل. السودان مش لاقي تاكل. انا عندي واحد سوداني حضرتك شاري حاجات في العاصمه ب 20 مليون جنيه كاش، وعندي واحد السودان دوله غنيه جدا، فكره بترول وزراعه وكل حاجه ما شاء الله عليهم يعني. مين اللي مش لاقي تاكل؟ السودان مش لاقي تاكل. ما شاء الله ربنا يديك يا حبيبي زي اللي مع السودانيين. ما شاء الله مدينه نصر اصلا كلها بقت كلها سودانيين. انزل فيصل، انزل مهندسين، انزل شارع المروه، انزل شارع السودان المهندسين، انزل مدينه نصر عباس العقاد، ما شاء الله شارعين نص عباس العقاد ما شاء الله يعني. اي قال انه السودان ما لاقيه تاكل وردد عليه كلهم مصريين، لكن ليه دي مقتنع انه السودان دوله غنيه وذاك مقتنع انه السودان دوله فقيره؟ بكل بساطه لانه السودان طبقتين بس، ناس اغنياء شديد وناس فقراء شديد. يعني هي بتتكلم عن واحد سوداني مشتري منها حاجات ب 20 مليون جنيه مصري، فدوله فيها ناس بيشتروا بالمبالغ دي اكيد دوله ما فقيره. لكن اخونا الثاني ذاك شايف بعين ثانيه خالص، شايف كميه السودانيين اللي بيجوا مصر يفتشوا شغل. طيب يا شباب بدون اي عاطفيات، السودان كدوله ما فقيره خالص، لانها مليانه معادن، فيها ذهب، فيها بترول، فيها ثروة سمكية، فيها ثروة حيوانية، فيها زراعة، فيها غازات طبيعية، وفيها عشرات المنتجات في العالم حكرا على السودان فقط، أو السودان هو المصدر النسبة الأعلى منها. ناس الفول السوداني والصمغ العربي وحاجات تانية غيره، ناس الفول السوداني والصمغ العربي والقطن وحاجات تانية غيرهم. فالسودان كدولة ممكن يأثر على اقتصاد العالم لو كانت في إدارة رشيدة وفي استخدام للموارد دي، لكن المشكلة في السودان إنه ما قادر يستفيد من كل الحاجات دي. ونحن كسودانيين نعلم تماما بكمية الخيرات الموجودة في السودان، ولكن للأسف لا نعلم كيف نستخدمها أو كيف نستخرجها ونستفيد منها. وحتى الجزء اللي بيستخرج من الموارد دي بيستفيد منه جزء معين في السودان، او قصدي ناس معينين في السودان. فبالتالي بتلقى الناس اللي بيستفيدوا من موارد السودان اغنياء جدا وممكن يشتروا اي حاجه في اي دوله، وفي المقابل باقي الشعب فقير جدا. وده الشيء اللي بيخلي انه السودان طبقتين. فالناس الهاي بتحتك بالناس اللي عندهم قروش فبيشوفوا انه السودان دوله غنيه جدا، والناس اللو بيحتكوا بالطبقه الثانيه الطبقه الفقيره جدا فبيشوفوا انه السودان ما لاقيه تاكل. فنحن يا جماعه السبب الرئيسي مخلي انه باقي الدول تشوفنا اننا دوله فقيره، لاننا ما قادرين نستخرج مواردنا ولا قادرين نستفيد منها. السودان عامل زي الزول اللي عنده عربيه لكن ما بيعرف يسوق، فبالتالي لو جه ساق له زول من برا حيقضي بها مشاويره وحيكسرها له. وده بالضبط اللي قاعد يحصل في السودان. اللي بيجي من برا بيستغل موارد السودان بيستفيد